بسم الله الرحمن الرحيم. तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून. لا تاكل خماس. ما عاد سمعت آخر الأخبار. انا جيت. من اقل المنضات اللي كيشدوهم الناس والراتب الشهري هو الراتب ديال الاستاذ، فهذا مخجل لينا كمغاربه قبل ما يكون الاستاذ. الاضراب اولي عاوتاني الاضراب. واش هادو غير كينعسوا في القنقل غنجدوا الاضراب؟ شوف زيدوا شي بركه. كاين تأكيد بأن هناك زيادة ديال 1500 درهم. لا ما قدانيش 1300 ما قدانيش. كي درتي لها؟ منين غتجيب هاد الفلوس اللي غتعطي للناس زايدين؟ شكون انت الله ينعم والدي فاك الكلب؟ وانا غنقول لك واحد القضيه وغنفاجئك بها، انا ما متفقش معاك واخا يكون عندك هاد الفلوس تعطيهم للناس، علاش؟ انا نقول لك علاش السي بن كيران، باش يبقاو لكم المعاشات وتنظموا مهرجانات اللي ما تربحوا منهم والو، واموال اللي تمشيو من هنا ومن لهيه فخ والخاوي. كان قليل جدا، هادشي 15000 درهم وقيله. هذا مشكله. واخا 5000 درهم ماشي كافيه وماشي ولا بد. انا الراي ديالي ان هذوك الفلوس خصهم يمشيو لتوظيفات جديده. حنا كنقولوا الدوله كتقول ما كاينش الفلوس، حنا كنقولوا 10% من الاستثمار العمومي اللي هو 335 مليار ديال الدرهم يمكن يحل المشكل، ونزيدوا للاساتذه 5000 درهم. استيقظ يا رجل. تنقولوا لهم الله يجازيكم بخير، شوفوا من حالنا ولقاو شي حل وبركه. انا بغينا وليداتنا يقراو. المواطن المغربي تيشبه البطريق، الرجل اكبر وصف يقدر يجي مع المواطن المغربي هو البطريق. لا هبط لما ياكلو الحوت طلع الفوق ياكلو الدوب، ما تيطير ما تيتمشى مزيان ما تيسكت. اي قرار كاف العالم ديما تصلح. ممكن تبان صح. انا عارف. زادت العربيه قالت هاد الصباح ما قاري، هاد العشيه ما قاريش، هاد الصباح كاين اضراب. قبل منا حنا حكومه، التلميذ والاباء ديال التلاميذ محتاجينه باش يرجع للمدرسه. غلطوش معاهم، انا الا ما عنديش بديل الا نغلط مع الاستاذ ديال التعليم الابتدائي ولا الجامعي راه ولا راجل ما يقدرش يضل الاستاذ، الدري صغير يقدر يعوجوا ليه وهو عجينه باقا ما كرماتش. اذا اردت ان تهدم حضاره في 3 وسائل: هدم الاسره، هدم التعليم، اسقاط القدوه. وكي تهدم التعليم عليك بالمعلم، لا تجعل له اهميه في المجتمع، قلل من مكانته حتى يحتقره طلابه. ولاو التلاميذ كيقولوا لنا استاذ ومن هي 25 درهم كنا هضرتوا معنا كون دبرنا عليكم حنايا ب 25 درهم. ديو النيه ثقوا فينا. مطلوب من النساء ورجال التعليم كلهم الالتحاق بالمدارس ديالهم على اساس. شكون انت؟ شكون انت شكون؟ هذا من المطلبين، المطلب الاساسي فيه بالنسبه الينا هو سحب النظام الاساسي. ناخذ كمثال الملف المطلبي لأساتذة التعليم الابتدائي. من أهم النقاط الاعتراف بمهنة التدريس كمهنة شقة، واستعادة الأموال التي يطالها اقتطاع من جراء هذا الإضراب، سحب القانون الأساسي الجديد والزيادة في الأجور بنسبة تحفظ كرامة الأساتذة، تحديد ساعات العمل في 20 ساعة أسبوعياً، إدماج المفروض عليهم التعاقد بشكل رسمي في أسلاك الوظيفة العمومي، ترقية فورية واستثنائية لجميع أساتذة وأطر الزنزانة 10 خريج السلم 9 مع جبر الضرر إدارياً ومادياً منذ 2012، حلحلة ملف ضحايا النظامين والمدمجين وفوجي 94 و93، إلغاء إجباري المهام والأنشطة الإضافية خارج مهام التدريس وإحداث تعويضات مهمة للقائمين بها، تعميم صيغة استعمال الزمن القروي المعمول به في الابتدائي على جميع المدارس القروي والحضري. وشنو بغينا؟ الحرية. وشنو بغينا؟ الحرية. وظيفة. اشنو بغينا؟ وشنو بغينا؟ انا لله ودعم. اشرب الشاي وتبرع مع الايام.
ديروا ابينو. يا صونات. انسان ما قريتيهش كتجي كتقول له ما مربيش خاصني نعاود لك الترابي، ما سكنتيش 40 متر وبناها في جماعه قرويه اولا في حي شعبي كتجي كتريبها له. الله تيظهر ليا بانه المستقبل ان شاء الله غادي يكون خير. عيب عليهم هادشي اللي كيديروا، عيب عليهم. ميدين راه حسن ليا ما نقريش 4 شهور ولا حتى عام، وهذوك الدراري يفهموا بان النضال يمكن يجيب شي حاجه ويفيقوا ويكونوا حتى هما متضامنين مع الاساتذه ديالهم اللي هما مناضلات ومناضلين داخل الفصل. راه خصنا نتعاونوا، ماشي وهاد الدراري ما قراوش، واش بالقرايه بعدا كانوا كيقراو، راه ولاو تيوصلوا للجامعه تقريبا شبه اميين. سبحان الله وبدلوا العقليه. هاد العدد ديال الطالبين ترشحوا لهم شي ناس، مشاو ترشحوا باش يدوزوا الكونكور. شحال دوزوا؟ 181 بمعدل 169 واحد عندنا مونك فيه. طالبين 350 مشاو يدوزوا غير 181. هذا كيعطيك واحد الهدف ديال ان الناس الاساتذه ولا الناس اللي قاريين مابقاش عندهم رغبه يمشيو يديروا التعليم. هذه راه حيرات. سمع الكارثه الكبرى، الجهه ديال بني ملا وخنيفره كانوا طالبين 200 واحد، عرفت شحال مشى واحد يدوزوا 80 استاذ، يعني ناقص 120 استاذ ما كاينش. راه عدتيني. اش بغيتي عدي، اش بغيتي عدي اخويا، اش بغيتي عدي؟ 500 درهم 1000 درهم هذه فلوس، هذه واحد كيربح 100 مره كيدير المضاربه. نقول لك على احسن من بلاش. المشكله فينا هي، المشكله فينا هي بالفعل انا تعطيني 500 درهم احسن ما نكون عندي والو، ولكن الى هذيك 500 درهم تساوي قنبه في عنقي، غدا ما صوتش تحيدها ليا، غدا ما تجلبتش تحيدها ليا، لانه مرتبطه هي بالتصويت وبالجبر. مرتبطه. شارل جيف من اكبر المفكرين الاحرار كيقول لك انا بغيت الخدمه تحرر، نربح اخويا بعرق كتافي 10 دراهم ولا 50 ولا 500 ونشري اللي بغيت وندير اللي بغيت وما نشريش اللي ما قدرت عليه. اما لا دورتي معايا عطيتيني دعم، هذاك الدعم هو اكبر قيد للعبوديه الجديده اللي ستمارس علينا. وهذوك الناس اللي غياخذوا الدعم واش غادي يخرجوا بشي حراك ولا غيخرجوا شي حاجه؟ اذا غادي تطفي صوت الحراكات الشعبيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نهايه النشره، الى اللقاء. ديروا ابينو.